عبد الرحيم ترى القطو حبشي حقك صار ما يتنفس والرئة ما عاد تشتغل، وحبيت ترى أوصل لك هالخبر قبل ما نبدأ عملية. يا ولد غير بدل، تعودت على حبشي. كان وقتها أنا على باب المسجد توني بدخل، فقلت حق محمد أنا أدري أن أنت حريص على الموضوع، فسو أي شيء تشوفه مناسب. قفلت من عنده ودخلت المسجد ونسيت موضوع حبشي. أحس إن حبشي فيه شيء اليوم، عقل يا رب إنه عقل. والله ما توقعت ان في ناس يحبونك زي كذا حباشي. حبيبي. السلام عليكم، مرحبا، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. عبد الرحيم معاكم، جيتكم مقطع جديد. مقطعنا اليوم يا جماعة الخير حق كل شخص عنده حيوان أليف ومتعلق فيه. أنت أكثر شخص راح يعرف إن الحيوان فيه مشكلة. لا تنتظر الدكتور أو العيادة أو أي شخص يكتشف المرض اللي فيه. أنت كصاحب حيوان لازم تعرف شخصية حيوانك، زي ما صار معاي من أول ما مرض حبشي. متعود على حبشي يتحرك ويلعب ومزعج وما ينام حرفيا. فجأة أشوف القطو ما ياكل وجالس في زاوية وما يلعب، معناته في مشكلة. فهذا جواب لكل شخص يقول لي يا عبد الرحيم ليش تطلع من الحسا 150 كيلو إلى الدمام عشان تعالج حيواناتك هناك؟ باختصار لأن في الحسا ما عندنا عيادة عندها إمكانيات عدلة، فكل اللي عندنا عيادات أولية. وركزوا في كلامي عدل، 99% من موت الحيوانات الأليفة في العيادات سببها نفس العيادة، لأن ما عندهم إمكانيات وما عندهم تشخيص عدل. وممكن يكون الدكتور يعني كويس لكن ما عنده الأجهزة المناسبة، زي العيادة اللي رحت لها أول مرة، ما عندهم أجهزة أشعة، ما عندهم أجهزة متقدمة، فالدكتور يسوي اللي يقدر عليه. فشيء طبيعي لما تجي حالة زي كذا راح يعطيه مسكن، بعدين بيعطيه مضاد حيوي، ويمكن ما يتحسن الحيوان، راح يحط له مغذيات. في النهاية كل هالأمور هذه راح تؤدي إلى وفاته. فكثير مربين حيوانات فقدوا حيواناتهم بسبب قلة الإمكانيات. فصدقوني لو أنا مستمر مع أي عيادة أولية أو مع أي دكتور كان اليوم أنا مصور مقطع عن موت حبشي. المصيبة في هالفصيلة يا جماعة الخير، رغم أنه مريض لكن ما يبين عليه بسبب نشاطه الزايد. فهذه نصيحة، لما تلاحظ على حيوانك أعراض مرض لا تتأخر أن أنت توديه عيادة كويسة. بعد ما رجعت من العيادة جلست أطالع في القطو، حسيت أن القطو قاعد يوصل لي رسالة، بس مشكلة الحيوانات ما تتكلم. هنا المفروض أني أنا أنام وقتها وأخلي الموضوع إلى بكرة. كان وقتها الساعة 12 في الليل. رفعت الجوال، ألو محمد أنت في العيادة؟ قال المفروض أن أنا دوامي خلص أمشي. قلت له لا تكفى، خليك في العيادة لأني أنا جاي وحبشي تعبان. أخذت حبشي، شغلت السيارة، ساعة ونص أنا في العيادة. سوينا له تحليل وكنت أصور سنابات، الحمد لله أنه طلع التحليل سلبي وما في طاعون. هنا تطمنا. قال الدكتور الحين بسوي له أشعة، فلأن عندهم بروتوكول يمشون عليه، دام السالفة فيها ترجيع وإسهال وجفاف ممكن في حاجة في بطنه. طيب شلون نكشف الحاجة هذه؟ بالأشعة. فلما أخذوا حبشي على غرفة الأشعة أنا هنا جلست أطالع في حبشي ووضعه مو طبيعي، قاعد يسوء أكثر وأكثر. فإيش أسوي في هالحالة هذه؟ جلست أفكر يا أخي ما أبغى أفقد حبشي. فقلت تدري، خليني أسوي حاجة لوجه الله، خليني أتبنى أي قط في الشارع. وطلعت أنا ومحمد ورحنا برا عند العيادة وقلت له أبغى أتبنى أي قطو، إذا الله سلم حبشي أنا بكون مهتم في القطو هذا وحبشي. وشفنا القطو هذا، دخلت مع القطو العيادة وإحنا جالسين مع القطو الأسود، دخل الدكتور وقال نتيجة الأشعة ما راح تسركم، ورانا بطن حبشي وشنو موجود داخل بطن حبشي. وأنا جالس أطالع في بطنه، التفت على محمد قلت له يعني شنو تشقون بطنه الحين؟ قال ضروري أصلا،
بنخليه راح يموت. توكلوا على الله وأنا أطلع من الموضوع وأروح البيت. والله ما أذكر شلون وصلت البيت ذيك اليوم. نمت صحيت وأنا رايح المسجد، اللي يتصل علي محمد عبد الرحيم حبشي، أعطيناه إبرة اللي يسمونها مرخي. هذه الإبرة مقدمات حق البنج. مجرد ما أعطيناه الإبرة القط وقف تنفس. قال من الحين أنا أعطيتك خبر يا عبد الرحيم عشان أنت تكون في الصورة. قلت له يا محمد اعتبر القط وقطوك. فالحين أنا عند باب العيادة، خلينا ننزل ونشوف شو اللي صار بالضبط من أول ما حبشي وقف تنفس. يلا. والله المقاطع يا جماعة الخير اللي رسلها لي محمد الحين بحطها لكم واحد واحد، إنزين، بتشوفون إن الأدمي والعيادة كانوا مرة خايفين على حبشي. فخلينا الحين ندخل ونسولف لو سمحت. هذا يا جماعة الخير أول حاجة سويناها دخلناه أشعة. بعد الأشعة بعد ما عرفنا يا محمد إن في بلاوي، زين، شو اللي صار؟ أنت دقيت عليه، شو اللي قلت لي؟ قلت له والله حبشي وقفت رئته ما عاد يتنفس. قاعد تهيئني إنه ترى بيموت. الوضع جدا سيء. إيه. أنا أصلا دخلت على الطاولة، لقيت الدكتور قاعد يسوي الإجراءات التنفس الاصطناعي. قلت بس خلاص الموضوع انتهى. نادرا قطط يعني يتم انقاذها من هذا الوضع. صحيح. فالقلب شغال، الرئتين مش شغالين، يعني ما قاعد يتنفس. خلاص. قاعد يسوون له انعاش كذا، يحاولون انه يشغلون الرئة. وكويس ان احنا ما نسوي اي عملية الا اذا كان مهيئ القط انه مشبوك على جهاز تنفس صناعي، عشان هذا هو جهاز التنفس الصناعي اللي هو جهاز التخدير، انزين، وفي تنفس صناعي. يعني هذا الجهاز يا جماعة الخير هو اللي انقذ حبشي. تخدير بالاستنشاق طبعا، هذا ايه. اللي يكون بالاستنشاق، ايه. حيث ما نعطيه مخدر وبر وكذا. ايه. وطبعا ظل ساعتين هنا، رئته تتحرك بس بسبة هذا الجهاز، يعني تنفس صناعي ويضخ الهواء داخل. انزين، واحنا جالس اطالع، انا ببالي قلت واتصلت عليه. ما اتوقع بايش. قلت خليني اتصل على عبد الرحيم. قلت وش لك يا عبد الرحيم؟ ليه تحطها في ذمتي تقول لي اتخذ كل القرارات؟ والله انا قلت لك خلاص، لان انت دقيت علي وانا عند باب المسجد، فهمت؟ اقول لا بيشغلني الحين، ايش اسوي؟ تدري شو اللي قلت لك؟ قلت لك قطو ما علي منك يا محمد، دبر نفسك. مات عاش. ادري ان انتم ما راح تقصرون معه، بس يبدو ان انتم سويتوا حالة طوارئ. سوينا حالة طوارئ طبعا. الجماعة كلهم تشوف هنا 7 دكاترة، وانا لا تحسبني من ضمنهم. إيه. 7 واقفين متجمعين عليه، تاركين العيادة كلها، زباينها كلهم جالسين بالانتظار. ايش عندكم؟ وين الدكاترة؟ والله الدكاترة كلهم مشغولين مع حبشي. هو ليش وقف التنفس؟ بص، وقف النفس ده كان ليه كذا سبب. اولا هو كان عنده التحاليل بتاعته ما كانتش كويسه. ايه. فاحنا كنا ماشيين بالدوز بتاعته بالمينيمم، بحيث ان احنا برضو يبقى دي في الحسبه. ايوه. فممكن تكون هي سبب، ممكن. الحاجه الثانيه هو كانت معدته وبطنه كلها كانت مليانه سوائل، فاحنا عشان ندخل عمليه لازم نفضي السوائل اللي موجوده دي كلها. اوكي. فركبنا انبوبه في اللي هي سومك تيوب او انبوبه جوه المعده، بحيث ان احنا نفضي السوائل اللي موجوده دي كلها. فوارد من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون سبب ان ممكن السوائل دي اول ما سحبنا السوائل دي كلها من البطن بدا في حاجه اسمها يعني هايبوفوليميك شوك، او زي صدمه كده. فممكن تكون سبب، كلها اسباب. تمام. بس طبعا احنا كنا عاملين حسابنا من الاول، كنا مدينه ادويه لحاجات زي كده، ولكن برضو ستيل المشكله حصلت. وممكن اصلا يكون هو كان عنده مشكله غير كل ده اصلا ظهرت معانا. حلو. بس كانت الحاجه الكويسه ان هو كان قلبه كان شغال. تخيل يا دكتور ما عندكم هالجهاز هذا. لا كان ايوه، عشان كذا احنا نقول في دكاتره يا محمد كويسين بس ينقصهم الامكانيات. ده حقيقي. بس ايوه بصراحه هو ده اللي اسعفنا. لحد الحمد لله بعد ساعه تقريبا بدا يبقى النفس بتاعه رجع طبيعي تاني. بس دلوقتي احنا عندنا مرحله ان النفس رجع. حلو. بس هو دلوقتي في مشكله العمليه. ما ينفعش. احنا كنا بين نارين، خلاص نفسه رجع فتمام الحمد لله هو حي، بس صلبه زي ما هو، ولا لا احنا لازم نشيل اللي موجود. ايوه. يعني دي حاله طوارئ. المشكله انه كان عنده 2، واحده في المعده واحده في الامعاء. فمن غير العمليه هو مصير المحتوم هيحصل.
بس في فرق بين انت تصلب الدنيا، عارف انت احنا كمصريين ايه، أيوه. تصلبها سيبها ماشيه، أيوه. ولا اشتغل صح. فاحنا خدنا طبعا محمد كلمناه، كلمنا صاحب الحاله قال شوفوا المناسب واعملوه. خلاص تمام تاكدنا ان كل حاجه كويسه. طبعا كل خطوه في ادويه بتتاخد عشان خاطر نحافظ على ضربات القلب والنفس والحاجات دي كلها. ايوه. خلاص توكلنا على الله، فتحنا طلعنا الاثنين اهم دول. تمام. معرفش هم ايه دول تقريبا بتوع المسدس ما ادري والله مسدس لعبه اطفال لان بزر هو يحب يلعب كثير. هذا اللي طلعتوه من برا. في واحده منهم كانت في المعده وفي واحده كانت الامعاء. دي كانت اللي في الامعاء الصغيره دي، ودي اللي كانت في المعده دي الكبيره. تمام. حتى هو بدا يفوق بسرعه، يعني متوقع مثلا قط بقاله ساعه او ساعتين تقريبا شبه ميت، وبعد كده عمليه وبعد كده بدا يفوق. فمثلا اللي فاق 6 7 8 10 ساعات، لا هو خلال ساعه ساعتين بدا، لانه حبشي. لو قطه ثاني كان بس. بالمناسبه هو اصلا المشكله اللي كانت قلقانه ان هو لما نفسه وقف، هو ما كانش واخد تخدير، هو كان واخد بس مهدئ. يعني وقف نفسه على طول. ما هي بص التخدير احنا بنيجي مثلا نسمع تخدير مقدمات، هدي ابره فالحيوان ينام، اخلص واسيبه فيفوق. لا، انت بتدي الاول مهدئ، يبدا الحيوان يهدى، يبدا ريلاكس خالص، بعد كده تبتدي تدخله تخدير درجه بدرجه بدرجه لحد ما يوصل لمرحله ان هو ينام. اللي هو نقدر احنا نركبه الانبوبه اللي هي الحنجريه. اول ما يدخل الانبوبه الحنجريه بيجي بقى هنا على الجهاز ده، زي ما هو فنتليتور وجهاز تخدير. فبندي الماده اللي هو السيفر دي بالنفس. الماده دي الميزه فيها ان هي امنه جدا. تدي التخدير من هنا، تفتح من هنا كده شويه الحيوان ينام، توقف وتديله شويه اكسجين، يبدا الحيوان شويه شويه يفوق. فدي امن ماده موجوده، مفيش امن منها. صحيح. تمام. فهو اصلا ما وصلش لهنا، هو مجرد ان هو خد المهدئ على طول نفس وقف. فبنفتح طلعنا الاثنين دول، بنخيط المعده، وفي جرحين، في جرح في المعده وفي جرح في الامعاء. خيطناهم، بنعمل حاجه اسمها ليكج تيست او اختبار اللي هو التسريب. بعدين كده يطلع من هنا. ايوه. نروح على ايه؟ على الحضانه جوه. العنايه المركزه هذه. دي بتبقى فيها محسوب فيها الحراره، الرطوبه، الاكسجين، الارض اللي هو قاعد عليها دي تبقى فيها حراره، الهواء برده من الجناب يبقى فيه حراره، بحيث ان هو تبقى الموضوع كله اندر كنترول. يبتدي يفوق خلاص تمام، اتاكدنا ان هو فاق، بدا العلامات الحيويه بتاعته ترجع تاني، استجابته للضوء، بدا يقوم، بدا يتحرك، عدى مرحله الخطر، خلاص يبقى اموره كده تمام وعدى على كده. العلامات اللي احنا يعني بتطمنا او مثلا في حاجه تقلقنا، القلق معانا هو فاق في قد ايه؟ يعني هل مثلا في قطط ممكن 12 ساعه 14 ساعه 24 ساعه نايمه، تبقى زي في كوما كده. الحمد لله ده ما حصلش. هو وانس ان التخدير وقف وبس وقعد في الحضانه شويه مع الحاجه الادويه اللي اخذها، بدا يفوق، ودي حاجه كويسه. خلال 24 ساعه هو بدا فايق قاعد، يعني معنى كده ان اللي حصل امبارح من قطع النفس ما حصلش تاثير ان الاكسجين قل، فما اثرش على المخ. يعني في قطط من نقص الاكسجين او حتى في الاطفال لو مثلا موجود كده عنده مشاكل بيأثر على المخ، مثلا عنده مشاكل في الحركه، مشاكل في الاتزان، ما بيقومش، هو فايق بس عين بس ما بيتحرك، لا كل ده ما حصلش. قط مستجيب لكل اللي قدامنا، فالحمد لله العمليه او البروسيس بتاعت العمليه انتهت تماما، واللي حصل قبل العمليه انتهى تماما. كل اللي بيقوله دلوقتي الجرح يقفل ويتمثل الشفاء، بس بيرجع بقى يعيش حياته طبيعيه. حبشي كان هنا في العنايه المركزه، الحمد لله طلع من العنايه المركزه. هلا حبشي. شوف اجلس ارتاح ولد ارتاح. شوف يبي يطلع، اجلس، عفست الدنيا، حست العالم. الحمد لله على السلامة حباشي. اجلس ولد، اجلس مريض، مشققة بطنك وامعائك وحالتك حالة. شوف اجلس حباشي، ما شاء الله اجلس. سكر عليه يبي الحين يطب، الحين تنشق عمليته. اركد حباشي. خلاص اصلا اللي انا قاعد افكر فيه الحين، حتى لو طلعت لا تفكر انك بتعيش كذا هدد قفص، انتهى الموضوع قفص، لازم احطه في قفص. حباشي لازم يصير في قفص يا جماعة الخير. اجلس لا تعض. طبعا الحين ما يقدرون يحطون له حبيبي يا باشي، ما عليه كلها كم يوم وتصحصح.
ما عليه. الحين لازم احطه في قفص، اشتري له قفص كبير. انزين احاسب انه ما عنده اي شيء يعني غير الاكل والماء. وقت ان انا اكون جنبه اطلعه يلعب، غيره لا معليش ما اخليه هدد. الحمد لله على السلامة حباشي، حبيبي والله حباشي. يبي يطلع حبيبي حباشي. ريح، ارتاح. ما ادري اخليهم يعطونا مخدر مرة ثانية يخلونه يرتاح. والله ما توقعت يا جماعة الخير اني احبه لهالدرجة. المهم الى هنا خلاص وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة الخير. هذا اللي كان في بطن حبشي. هذا لما يا جماعة الخير اقول لكم الواحد اذا يبغى يروح عيادة فيها امكانيات كويسة، يروح عيادة يعني يهتمون فعلا في الحيوان، ما يعطيك تشخيص وبس. فعشان كذا انا حرصت اني اطلع من الحسا واجي العياده هذه، لاني انا عارف ان عندهم اجهزه مو موجوده في عيادات ثانيه، وعندهم ما شاء الله دكاتره على مستوى عالي وحابين شغلهم. وان شاء الله كلها 4 أيام 5 أيام واستلم حبشي واصوره لكم، ويلا نشوفكم على خير.